السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض جلاش بطريقه حلوه جدا جدا، زي ما انت شايفه بجد حلوه خالص، وهتنفع في اعياد الميلاد، وحلوه جدا الاطفال وهيحبوها بالشكل ده. انا معايا هنا لفه من الجلاش، تمام. وبعد كده هبدا ادهنها سمنه، مش كتير، حاجه بسيطه كده عشان تبقى خفيفه. وبعد كده انا عندي ده فول سوداني طحنته، فول سوداني بس طحناه في الكبه، وحطيت عليه معلقتين سيرم شربات، تمام، عشان الفول السوداني يمسك. لو حشيتيه زي ما هو كده من غير ما تحط عليه سيرم الشربات هتلاقيه وقع منك من الحشو، وانا بقطع الجلاش لصوابع. فمعلقه السيرم الشربات هتخليه كويس يمسك في بعضه. وبعد كده ببدا الفه صوابع زي ما انت شايفه كده طويله، كل ورقه هلفها بالمنظر ده برضو، تمام. يعني لو هتحشيه فول سوداني تحط عليه معلقتين من سيرم الشربات عشان يمسك كده زي ما انت شايفاه، يعني ما بيقعش مني وانا بقطع الجلاش لصوابع. بجد حلو جدا، طعمه هايل، والفرماسيل مديله شكل حلو خالص لو انت عامله عيد ميلاد ومع التورت او الجاتوهات والاطفال بيحبوها. ممكن فرماسيل بني، والطعم مخليه حلو جدا. وبعد ما خلصته قطعته زي ما انت شايفه وحطيته في الصينيه وسويته على درجه حراره متوسطه على الرف الوسطاني. وبعد كده عندي سيرم شربات انا عملته مع قبل كده، بيبقى تقيل. وبعد كده بحطه واطلعه زي كده القطايف بالظبط. وعندك حلين، يا اما هتحطي الفرماسيل اللي هترشيه على كل كام صباع كده وانت بتطلعيه، يا اما هتلفيها في الطبق هترشي عليه كده وبرده هيمسك فيه لانه عليه شربات وهيمسك فيه، يا اما هتلفيها كده. وانا عملته كله بالمنظر ده زي كده في الطبق، كان افضل، تمام. بجد حلو جدا عيد الميلاد، والاطفال حتى لو الاطفال مش بيحبوا الجلاش هيحبوه علشان عليه فرماسيل. بجد طريقه حلوه مختلفه وطعمه هايل، بجد مديله طعم حلو كده، قرمشه من بره. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.